فسخ خطوبة ملك أحمد زاهر والسوشيال ميديا كلها مقلوبة، والخبر انتشر زي النار في الهشيم. ملك أحمد زاهر فجرت القنبلة، والكل بلع الطعم، والكل بيسأل: فسخ الخطوبة كذبة ولا حقيقة؟ وليه ملك زاهر لمحت لكده؟ واللي حصل يا صديقي إن ملك حبت تحتفل بعيد ميلاد باباها أحمد زاهر، وكمان توجه رسالة لخطيبها شريف الليسي. نزلت فيديو كل الصور اللي فيه من غير خطيبها، حتى صور خطوبتها هي وباباها بس. ده غير الكلام اللي قالته على باباها وإن هو سندها الوحيد. ده غير كمان صورها مع ليلى زاهر أختها والضحك والهزار اللي في الصور. هنا بقى الجمهور كله عرف إن الخطوبة فعلا فركشت. بس الحقيقة فين؟ الحقيقة إن ملك قررت تلعبكم ولا كأن في أي حاجة، عشان تثبت إنها مش فارق معاها الكلام ده كله. بس المفاجأة هنا إنها ما مسحتش صور خطيبها ولا عملت بلوك. وده اللي بيخلينا نسأل: هي ملك بتعمل ده كله عشان تفضل ترند؟ ركزوا معايا كده. ملك قالت إن باباها هو سندها الوحيد، والناس خدتها حجة عشان يأكدوا الانفصال. بس الحقيقة إنها حركة عشان تشغلكم بالغموض وتخلي المشاهد يراقب بروفايلها كل ثانية. ودي سياسة قديمة في الوسط الفني: جلسة تصوير جديدة وابتسامة عريضة عشان تقول أنا في حتة تانية، بدل ما تطلع تدافع عن نفسها. ملك زاهر الترند هو سلاحها الجديد، واللعبة بقت مكشوفة خلاص. ملك بتنفي الشائعة بشياكة وتتصدر الترند بجمالها. قولي بقى، تفتكر هي بتداري وجعها ولا ده ذكاء منها؟